يلا. كنت ماشي في سيدي بشر عند المحروسه وتعبت جدا وقعدت اريح، فبصيت كده لقيت مكان في الزقر كده مستخبي بيعمل ايس كريم وحلويات، وبصراحه في العادي الاماكن المستخبيه دي هي اللي بيجي منها. فجربت في الاول حاجه اسمها اوزيرو وبدات بيها بصراحه عشان شفتها في فيديو واحد في القاهره ودورت عليها انا في اسكندريه ما لقيتهاش. قلت لي بقى ده عباره عن ايه؟ ده كريب بيبقى رول كده وبيتحط فيه ايس كريم وبيحط عليه اي صوصين انت عايزه. انا جبت نوتيلا وكندر عن نفسي. جربت اول حاجه اللي بالنوتيلا، وعايز اقول لكم ان ميكس النوتيلا مع العجينه بتاعه الكريب مع الايس كريم الحليب اللي جوه بجد يا جماعه خطير. بس بقى لو عايزين الصراحه فالكندر يا جماعه في الطرش، حته ان الكندر مش متخلطه وكندر بيور دي رهيبه بجد. دخلت بعد كده في الاوريو تشيمني، دي بتبقى عجينه التشيمني كده معموله وملفوفه زي ما قدامكم، بتدهن زبده وبتحط عليها سكر وبتتحط على النار. بص المنظر، بص. واول بقى ما بتستوي بتاخد رشه الاوريو من بره وشويه صوص اوريو من جوه، بعد كده بيتحط عليها ايس كريم سوفت، واحنا لينا واقفه في الايس كريم ده، يعني احنا لينا كلام عليه، ورشه نوتيلا فوق الوش، ودول بصراحه انا اللي مزوده. قلت لكم بقى اللي احنا هنرجع للايس كريم. جماعه الايس كريم الحليب طعمه جميل جدا جدا جدا. هتخلص بقى الايس كريم ده وتخش بقى في العجينه ذات نفسها. طعم العجينه لوحدها تحفه لدرجه ان انا ممكن اروح، يعني انا عايز اروح اجيبها كده من غير ايس كريم، عجينه بس. بجد يا جماعه لما تروحوا لازم تجربوا التشيمني دي عشان طعم العجينه مميز قوي. دخلني يا ابني في اللي بعده تاياكي. وبصوا بقى ده عباره عن ايه؟ عباره عن عجينه وافل معموله على شكل سمكه، وبعد كده بيحط جواها الصوص اللي انت عايزه، وانا جبت بصراحه فراوله، وبرده بيتحط عليها ايس كريم سوفت. بص دي الليفل الثاني اللي بعد التشيمني، يعني دي اخف منها شويه. لو مالكش في الحاجات التقيله فجيب دي وما تجيبش اللي قبل. ركز بقى معايا قوي في التشيمني الحادق ده نفس عجينه التشيمني الثاني، بس بيتحط عليه بره جبنه تركي بدل السكر، وبتستوي على النار كده. يا جماعه هي دي اللي يتقال لها اكادو من فرطه الجمال اسو. بصوا عجينه التشيمني مع السلامي مع الجبنه التشيدر اللي محطوطه، بجد يا جماعه ميكس هايل رهيب. يعني رغم ان المكان ده اصلا متميز في الحلويات الا ان انا هروح اطلب دي، هطلب الحادق يجي منها ده حسين. المهم ان المكان اسمه تشيمني هاوس موجود عند المحروسه كده في سيدي بشر. بص شايف الزقر ده؟ هتخش جوه هتلاقي على يمينك هو اليافطه الصغيره. هو حرفيا الاماكن المستخبيه دي بتعمل حاجه دايما فوق العظمه. يلا يا عم سلام. انا لسه مروح اهو، تعالوا بقى ايه ندردشوا شويتين. بصوا انا دايما عندي وجهه نظر كده ان الاماكن المستخبيه دي بيطلع منها حاجه بجد بكواليتي محترمه جدا. زائد بقى ان في كام حاجه كده عجبتني قوي، يعني مثلا الكريب اللي هو الاولاني خالص اللي هو اللي بالكندر وبالنوتيلا ده يا جماعه خطير خطير. كان عيبه الوحيد بالنسبه لي ان هو الكريب كان سميك شويه، وقلت كده للناس اللي هناك وتفهموا ده جدا وقالوا ان هم هيظبطوها، بس ده كان العيب الوحيد. لكن غير كده لا تحفه تحفه بجد. بس بقى للامانه انا اكتر حاجه عجبتني الحادق اللي هو التشيمني الحادق الاخير اللي كان بالجبنه ده يا جماعه جامد قوي. ده يا جماعه جامد قوي قوي قوي. يعني مثلا لو اروح تاني لازم هطلب ده، رغم ان هو اصلا المكان بتاع حلو على فكره، المكان فيه عصاير وفي كل حاجه تتخيلوها، بس انا هروح عشان اطلب الحادق. حاجه بقى اخيره مهمه، لو انت بتحب الحاجات التقيله فانت التشيمني هيبقى بالنسبه لك احسن من التاياكي. طب لو انت عايز نفس الحاجه بس خفيفه شويه هتجيب التاياكي. يعني على فكره الاثنين قريبين من بعض رغم العجينه مختلفه خالص، بس انا مش عارف ليه حسيتهم قريبين من بعض. لو انت ليك في الحاجات التقيله سيكا برده مش تقيل قوي اللي هو يجزع، لو ليك في الحاجات التقيله سيكا هات التشيمني. طيب عايز حاجه كده لذيذه يعني في الخفيف، لا هات التاياكي، حلو قوي وخفيف ومش بيجزع وفي اللطيف كده. وبس كده يا عم، يلا سلام.